أسوأ الناس من يتعامل معك حسب مزاجه، إن كان سعيدا عاملك بلطف، وإن كان تعيسا عاملك بغضب وحماقة فتسبب في تعاستك. أسوأ الناس من حكم عليك من كلام الناس. أسوأ الناس من رآك فرصة أو غاية لوسيلة. أسوأ الناس من كذب عينيه وصدق أذنيه. أسوأ الناس من جرحك أو آذاك ومن قتلك ثم مشى في جنازتك، وما أكثره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتي. الناس اللي لسه مش مشتركة تشترك وتفعل الجرس عشان يوصل لها اي فيديو بنزله، والناس المشتركة اول ما تفتح الفيديو ما تنسوش اللايك، لان اللايك هو اللي بيوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن. النهارده بقى هنعمل وصفه كده سهله وبسيطه، وبقت غاليه قوي اسعارها دلوقتي في المحلات، في الKFC او في اي محل تاني. بقى الستريبس الكريسبي او اجنحه الدجاج دلوقتي بقت حاجه يعني فوق الوصف، اسعارها غاليه جدا جدا. فهنعملها النهارده في البيت بطريقه حلوه وسهله. اول حاجه انا جبت ميه كده، حطيت فيها سكر وملح، وحطيت فيها ورق لورا، وحطيت فيها فلفل اسود وليمون كده. هعمل محلول نقع للاجنحه بتاعتي. انا جبتها وغسلتها كويس. في ناس كتيره مش بتحبها بس جربوها. دلوقتي بقت دي بقى اسمها اكله، ما بقتش حاجه كده بسيطه، لا بقى اكله في كنتاكي او في البره بتتباع غاليه جدا، سواء مشويه او سواء كريسبي. فجربوها هتعجبكم. انا هنا جبت الجناح بتاعي غسلته كويس وشلت الحته اللي ملهاش لازمه، وبدات اللي انا اقسمها نصين كده. انتوا لو حابين تخلوها زي ما هي خلوها، بس انا حبيت اللي انا اقسمها نصين كده، بحيث ان هي تبقى كلها مستويه وفي نفس الوقت بتدي عدد كبير في القطع. بصوا اهي انا قسمتها كده قطعتين. هبتدي بقى اقسم الكميه اللي عندي كلها واسيبها في محلول النقع ده لحد الافضل حاجه تعملوها محلول النقع طبعا مش اقل من 5-6 ساعات، ولو عملتوها من قبلها بيوم يبقى افضل. انا هنا كده عملت محلول النقع من قبليها وسبتها، وهنيجي بقى نعمل الوصفه بتاعت يعني التتبيله بتاعتنا اللي هنسيب بقى فيها الاجنحه، وهنسيب فيها الكريسبي بتاعي. اهو جبت هنا سبتها بقى خلاص في النقع. جبت هنا كده نص كوبايه لبن، وهبتدي احط عليها شوية خل، واحط ملح، فلفل اسود، بابريكا، بهارات فراخ، ايه تاني، كل بقى اي نوع بهارات انتوا بتحبوه حطوا فيها. لو انتوا حابينها حر حطوا شطة طبعا، والملح والفلفل الاسود طبعا اساسي فيها، وسنة كده جنزبيل، حاجة بسيطة. هنبتدي كده اهو. بصوا حطيت الملح معاكم، حطيت الاول اللبن بالخل وبعدين احط الملح، احط الفلفل الاسود، احط البابريكا، احط بهارات الفراخ، احط الجنزبيل، اي بقى بنوع بهارات انتوا بتحبوه حطوه في الوصفة. وطبعا اهم حاجة كمان في الوصفة تحطي مكعب مرقة فورية او مكعب مرقة دجاج، لان هي اللي بتدي برضو للوصفة الطعم زي الجاهز بالظبط. هنبتدي كده نحط البهارات بتاعتنا ونقلب بقى التتبيلة كلها كده مع بعضها. بعد ما حطيت طبعا الخل واللبن والبهارات بتاعتنا، حطيت كوباية مية او نص كوباية مية عليها. اللي حابب يحط الكمية كلها حليب او لبن، بس اللبن بيخليها طرية، المية بتخليها تنشف شوية، فالافضل ان انتوا تحطوا مية ولبن الاتنين مع بعض. هنحط بقى التتبيله اللي عندنا كلها، كل البهارات اللي عندنا، وهبتدي ان انا اقلبها كويس، وبعدين ازود ميه واحط فيها الاجنحه بتاعتي. وهجيب انا النهارده جايبه صدور الدجاج زي ما هي مصلح يعني مصححه، عشان خاطر اللي احنا نقطعها ما تبقاش رفيعه، لان لو جبتوها شرايح بانيه بتبقى رفيعه قوي في الستريبس. فالافضل ان انتوا تجيبوها كده الصدر كده مصحح زي ما هو، وانتوا تقطعوه صوابع كده بحيث ان هي تبقى سميكة شوية، بحيث ان لما نعمل لها الكفر بتاعها ونقليها تلاقوا حاجة من جوه تبقى حلوة، ما تبقاش رفنعة يعني. وهنا طبعا حطيت بصل بودر وتوم بودر في التتبيله، انا نسيت اقول لكم عليهم بس حطيتهم. وهبتدي بقى ان احنا نجهز خلاص التتبيله بتاعتنا ونقلبها كويس. وهنيجي بقى نقطع الصدور بتاعه الفراخ، هتشوفوا دلوقتي هنقطعها ازاي.
ونبيت بقى كل ده في التتبيلة. كل ما تقعد في التتبيلة كل ما بتدي نتيجة افضل بكتير. يعني مفيش حاجة اسمها ان احنا نسيبها ساعة ولا لا، كل ما بتسيبوها مدة اطول. فالتتبيلة دي لازم اساسي اساسي تعملوها من قبلها بيوم، لان هتدي نتيجة حلوة قوي. جربوها وقولوا لي رأيكم فيها ايه. دلوقتي هنا خلاص بعد ما جهزنا بقى التتبيلة هنحط فيها الأجنحة اللي عندنا، وهنحط فيها الصدور اهي. بصوا مكعب المرق ده حطيته في الاخر هنا بعد ما دوبت البهارات. هبتدي بقى احط المكعب بتاعنا ونقلبه كويس، وننزل بقى بالفراخ اللي عندنا. الطريقة دي على فكرة ممكن تعملوها كمان في القطع الفراخ المصححة، سواء الفخاد او الصدور المصححة اللي بالعظم، يعني ممكن تكسروه وتعملوها بنفس التتبيلة برضو هتدي نتيجة كويسة. مش شرط البيض يا جماعة، الستريبس والحاجات دي متحطش فيها بيض خالص. فجربوها مش هتندموا، هتلاقي النتيجة بتاعتها ناجحة جدا. هنا اهو هبتدي بقى ازود المية اللي انا قلتلكوا عليها، ونقلبها ونحط بقى الفراخ بتاعتنا ونغطيها كويس كده ونحطها في التلاجة. وهنعمل طبعا رز جنبها اصفر. افضل حاجة لما بتتعمل رز اصفر، او لو انتوا حابين تعملوها في كريب، بالنسبة للستريبس اعملوه في الكريب، او اعملوا ايه تاني، يعني ممكن تعملوا مكرونة ليها طبعا حاجات كتيرة ممكن تتعمل جنبها. بس احنا عملنا رز اصفر جنبها النهاردة. كده هنحط بقى ال الأجنحة بتاعتنا، وهنحط الصدور بتاعتنا. بصوا اهو الصدر اهو بوريكم زي ما هو جبناه. اول حاجة هشيل القطعة دي اللي هي الموزة دي اللي بتبقى من تحت، هقسمها كده نصين. احلى حاجة لما تكون الفراخ مش رفيعة زي البانيه، الافضل ان انتوا تجيبوا الصدور كده مصححة اهو كده. هبتدي ان انا اخليها كده زي ما هي كده تخينة، وهبتدي الصدر ده اقسمه نصين وبعدين اقطعه شرايح. دي افضل طريقة للستريبس. هتجيبوها بانيه هتبقى رفيعة وهتنشف منكم، مش هتبقى حلوة، مش هتدي النتيجة المظبوطة نفس اللي بتاكلوها برا. الافضل ان انتوا كده تجيبوا الصدر وتقطعوه على نصين، وتبتدوا بقى ان انتوا تقطعوه كده بالعرض. وبتدي كمية حلوة جدا، يعني هتشوفوا دلوقتي هتطلع كمية حلوة كتير. الصدر ده طبعا بيبقى يعني تقريبا نص كيلو، مش يعني كبير مش صغير، ما تقولوش ان هو حاجة بسيطة، لا هو كبير مش صغير. هنبتدي بقى كده نقطع كل الستريبس اللي عندنا، وبعدين لما بيتقلب بيدي كمية حلوة وفيرة. يعني حتى لو انتوا شايفينهم كده شوية، لما بيتقلب مع الكفر بتاعه كده فبيدي كمية حلوة. هنا هبتدي كده اقطع كل الصدور اللي عندنا. بصوا ده كده نص القطعة. هبتدي بقى اقطع كمان النص التاني، ولو لقيتوا حتة تخينة ممكن تقسموها على النصين. فجربوا، يعني مش شرط زي ما قلت لكم ده ولو هتعملوا سندوتشات بتدي كمية حلوة. يعني انا الحتة دي بصوا عشان عريضة قسمتها نصين، بعد كده هقسمها نصين لان هي عريضة قوي من على الحرف، فقسمتها نصين. هنبتدي بقى بعد كده نعمله نحطه في التتبيلة بتاعته، ونعمل له الكفر الخارجي هتشوفوه برضو احنا بنعمله. وهنقليها وهنعمل الرز بتاعنا هتشوفوا، يعني هنعمل كذا حاجة منها. وزي ما قلت لكم ممكن تعملوا سندوتشات، ممكن تعملوا مكرونة، تعملوا اي حاجة جنبها. هنبتدي كده ننزل بقى الكمية اللي عندي كلها، وبعدين احط الاجنحة معاها وهنشوف هسيبها بقى في التتبيلة دي كده لتاني يوم. وهتشوفوا بعد كده كمية دي الاجنحة اللي احنا قطعناها وغسلناها هحطها معاها. هنجهز بعد كده الكفر الخارجي بقى بتاعها وهنقليها ونشوف. انا هنا بقول لكم ان ده كان الجناح كامل وانا قسمته نصين. هنخلص بقى كل الكلام ده. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش طبعا اللايك، لان اللايك هو اللي هيخلي ناس كتيرة تشوف الفيديو، فلو سمحتوا اعملوا لايك ما تنسوش. هنا خلاص اهي حطينا قلبنا بقى الأجنحة مع الستريبس مع كله، وهنحطها بقى في التلاجة. هنا تاني يوم خلاص بعد ما جهزنا هنجيب بقى المكونات بتاعتنا كده جنبينا، دقيق ونشا وطبعا بهارات من اللي احنا حطيناها في التتبيلة ذات نفسها، في ملح وفلفل اسود وشوية بهارات. طبعا دقيق ونشا بس للكفر الخارجي. محدش يحط ولا بقسماط ولا اي حاجة تانية، هو دي دقيق كده. وهنحط النشا اهو معلقتين نشا عليه، واحط ملح وفلفل اسود وشوية بهارات واقلبها. ونبتدي بعد كده ناخد من البانيه بتاعنا اللي احنا متبلينه ده، ونبتدي ناخد ونحط منه في الدقيق وارجعها تاني
للتتبيلة بتاعتنا، واحطها في الدقيق تاني مرتين، يعني اعملوها مرتين هتدي كفر كويس احسن ما تعملوها مرة واحدة. اهو هنا بنجهز التتبيلة بتاعتنا، اهو الدقيق والنشا والملح والفلفل الاسود وشوية البهارات. بصوا اهي كده هنبتدي كده نحط في الدقيق بتاعنا وفي النشا اهو زي ما انتوا شايفين كده، وناخدها ونحطها تاني في التتبيلة بتاعتنا كده، ونحطها تاني. بتدي كده كفر حلو قوي، جربوها وضغطوا عليها، يعني ضغطوا عليها بايديكوا جامد، هتدي نتيجة حلوة يعني افضل ما تعملوها كده. بصوا المنظر، بصوا الشكل متنعكش ازاي، زي الجاهزة بالظبط. وكل ما يعني تنفضوها اكتر كل ما هتدي شكل معرق كده والنتيجة احلى بكتير. دلوقتي بقى هنبتدي كده، والمفروض ان انتوا اول ما تحطوها في الدقيق كده اللي عندكم تبتدوا تقلوا على طول، ما تسيبوهاش عشان شكل التعريجة بتاعتنا ما يروحش. هنخلص بقى كل الكمية كده اللي عندنا، ونبتدي نحط الزيت بتاعنا. الزيت بتاعنا لازم يكون غزير ولازم يكون في حلة. الافضل ان انتوا تحطوه كده في حلة احسن من المقلاية، عشان تدي يستوي براحته وبتدي نتيجة كويسة. يعني لما يكون القلي في حلة احسن من مقلاية. هنا هنبتدي بقى نحط كده الزيت بتاعنا في حلة، وحطينا هنا الرز. على الرز طبعا حطينا البهارات بتاعتنا في الزبدة وسيبناها كده تتشوح، واول ما طلعت ريحتها رحنا حاطين الرز، خد تشويحة معاها، وبعدين حطينا المية وبس. النهاردة مش حاطين فيه بصل ولا اي حاجة. هنبتدي بقى دلوقتي نقلي. عندنا اهو الزيت بتاعنا ساخن، وهو عملنا، بصوا بنعمل شوية شوية، اللي نخلصه نروح حاطينه على طول يتقلب في الزيت. هنحطه دلوقتي في الزيت بتاعنا كده، الزيت سخن. نبتدي كده نحط شوية بشوية. بصوا اول ما بتنزل كده بتفضل تحت في الحلة، واول ما بتتقلب بتطلع على الوش. فانتوا عادي حطوا كده وما تستعجلوش. اول ما الزيت يكون سخن، بعد ما يسخن وطوا النار شوية، بحيث ان هو الحاجة تستوي براحتها، ما تبقاش نية من جوه، تاخد لون من بره وتبقى نية من جوه. هنبتدي بقى كده نقلي كل الكمية اللي عندنا، وهتشوفوا شكل الاكل معانا كان عامل ازاي. الاكل سهل وبسيط وعمل سفرة حلوة جدا. لو عندكم ضيوف ولا عندكم اي حد ممكن تعملوا اكلة، تعملوا كيلو مثلا بانيه، هيعمل اكل كتير قوي. بصوا اهو البانيه المعقول والاجنحة بتاعتنا، وقلينا بطاطس وحطينا رز وحطينا مخلل. وهي دي كان يومنا النهارده. لو وصلتوا لحد هنا متنسوش اللايك، وهنستناكم. لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وشير وفعلوا الجرس، واستنوا الفيديو الجاي. مع السلامة.